السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لو أول مرة بتشوفي أسماء ما تنسيش تشتركي في القناة ولايك وشير لو عجبك الفيديو. النهاردة إن شاء الله هنعمل كيكة من أحلى الكيكات اللي ممكن تعمليها وأبسطها، كيكة كده تعتمدي المقادير بتاعتها عندك وتكرريها كل ما تحبي ان انتي تعملي كيكة، سواء بقى بالبرتقال أو حتى سادة أو حتى كيكة الزبادي، يعني في كل الأحوال هتنفع. بس احنا النهاردة ان شاء الله هنعملها بالبرتقال بطريقة بسيطة كده، ومكونات موجودة في كل بيت وكمان في الخلاط، حاجة كده يعني ملهاش حل. لزوم كوباية الشاي الصبح والفطار او كوباية الشاي باللبن، يعني تنوع احسن من الفطار المعتاد. عندي هنا 4 برتقانات بس اللي هستخدمهم في الوصفة دي. هاخد القشرة الخفيفة جدا اللي من بره زي ما انتوا شايفين، ومش هدخل على القشرة اللي من جوه البيض علشان انا عايزة الكيكة بتاعتي ما تبقاش ممررة وتبقى ريحتها قلبة الدنيا. قشر البرتقان ده بديل القصنص برتقان اللي بتجيبوه من عند العطار، يعني اللي بيحب ويجيب مثلا ريحة البرتقان او القصنص برتقان من عند اي عطار ممكن يجيبه. اللي حابب تبقى الريحة طبيعية وطعمه حلو وريحتها كمان قلبة الدنيا وتغنيكي عن الوقفة عند العطارين، او حتى ان انتي تدوري عليه لانه مش الموسم بتاعه دلوقتي، ممكن تعملي الخطوة دي. وانا زي ما انتوا شفتوا قبل كده في فيديوهات ساعة ما فرزت كمان ال القشر بتاع البرتقان علشان خاطر الكيكات اللي بتتعمل في غير موسم البرتقان. وكمان لو حابه ان انتي تاخدي العصير بتاعه ممكن تجيبي تانج اللي بره بطعم البرتقال او اي فروتي. انا هنا اخدت القشر بتاع البرتقانتين والبرتقانتين التانيين هعصرهم. هاخد المية بتاعة البرتقان هكمل بيها المواد السائلة في الكيكة. هنا ابتديت اعصر البرتقانتين واخد المية الصافية اللي من تحت، او حتى التفل بتاعهم مش هتفرق خالص خالص في الوصفة، بس انا حبيت اصفيهم عشان اخد المية صافية كده من تحت. وعلى الخلاط كده ابتديت اجيب كوبايتين سكر. مقادير الكيكة دي اعتمديها عندك، حاجة كده منتهى الجمال. لو مش حابة تعمليها بالبرتقال ممكن حتى بالزبادي. كوبايتين من السكر، وعندك 3 بيضات وشوية فانيليا وشوية خل. طبعا انا هسيب لكم المقادير كاملة في صندوق الوصف تحت. شغلي الخلاط بالراحة بالراحة لحد ما يبتدي يتأقلم مع المواد الموجودة، وتبتدي المواد تبقى سايلة ما تبقاش مكمدة قوي عشان الخلاط بتاعك ما السكينة ما تبوظش معاكي. ابتدي اضربي شوية شوية وبعد كده شغلي على اعلى سرعة عشان تعملي الفوم الابيض ده اللي انتي شايفاه. وهنزل عليهم هنا بكوباية سمنة بدرجة حرارة المطبخ، ما تبقاش السمنة مجمدة قوي علشان برضو السكينة ما تبوظش معاكي. وابتدي شغلي واحدة واحدة عشان برضو السمنة بدرجة حرارة المطبخ لاننا في الشتاء بتبقى مجمدة شوية. لو حابة طبعا ممكن تدفيها في الميكرويف ما تسخنيهاش. هنزل عليها هنا بكوباية عصير البرتقال اللي عصرناها مع بعض، وهبتدي اكمل ضرب. انا عايزة القوام بتاعي يبقى ابيض زي اللبن الحليب وليه فوم عالي كده، ويبقى هايش جدا جدا، لون السمنة ما يبانش فيه. هبتدي هنا اقطع قشر البرتقان زي ما انتوا شايفين، دي قشر برتقانتين. لو حابة النكهة اكتر شوية ممكن تزودي معاهم برتقانة او قشر برتقانية كمان، وتقطعيهم قطع صغيرة كده عشان برضو لو اتحطوا في الخلاط ما يبوظوش السكينة بتاعته. الخطوة دي اختياري، عندك لبن ممكن تحطي، عندك عصير برتقال ممكن تحطي، بس انا بحبها يشان او هشاشة او طراوة الزبادي في اي كيكة، فحطيت علبة زبادي اللي هي العبوة الصغيرة اقل علبة زبادي. وابتديت اكمل الضرب فيها وحطيت قشر البرتقال علشان هوريكوا شكله في الاخر بيبقى عامل ازاي، قطع صغننة خالص خالص بس مدياله ريحة فوق الرهيبة. جبت هنا 400 جرام من الدقيق، ودي حجم كيكة كبيرة مش كيكة صغيرة، ممكن تبقى عائلية. ونزلت عليهم ب5 معالق صغيرة من النشا وكيس من البيكنج باودر او كيك شيف وذرة ملح. وزي ما انا قلت لكم هسيب لكم المقادير بالظبط كلها في صندوق الوصف تحت. لو تلاحظوا بصوا حبيبات القشر بتبقى لونها مختلف شوية عن المادة السايلة بتاعتها زي ما انتوا شايفين. لو حبيتوا ان انتوا تزودوا كوباية
نص كوباية لبن ممكن تزودوها، لو عندكم عصير من البرتقال ممكن تزودوا، يعني على حسب القوام بتاع الدقيق هيديكوا ايه. لو حسيتوها تخينة شوية، انا هنا عشان ظبط المقادير بالظبط فطلعت مظبوطة بالكوباية وبالميزان. علبة الزبادي عملت شغل عالي مع كوباية العصير. كوباية العصير دي 250 ملي من عصير البرتقال. لو حابة ممكن تنكهي الكيكة اكتر بشوية تانج من العصاير الجاهزة او العصاير البودرة اللي بتتباع في المحلات برا. برضو تدوبيها في كوباية من المية وتحطيها بالتدريج زي ما انتي شفتي، على حسب قوام العجينة او على حسب قوام الكيكة اللي انتي بتعمليها. دوبي بقى كده كله في كله وتلفيها باتجاه واحد علشان ما تطلعش الهواء اللي فيها، وتجيبي الصينية اللي انتي حباها. انا طبعا عملت صينيتين، صينية سادة اللي انا نزلتها الفيديو اللي فات، والصينية دي بالبرتقال مش قادرة اقول لكم حاجة وهم. ملحوظة، لو هتعمليها بقطع البرتقال من تحت زي ما انا هوريكي دلوقتي، تضمني ضامن ربنا ان القعر بتاعها مش هيتحمر قوي، هتشوفيها بيضة زي ما انا وريتها لك، لان بتبقى فيها مادة سايلة من البرتقال من تحت. هتجيبي برتقانتين او 3 برتقانات على حسب المتاح عندك والصينية اللي انتي عاملة فيها، وتقطعيهم قطع صغيرة او شرايح زي ما انتي شايفة كده بالظبط، شرايح رفيعة جدا جدا. تجهزيهم كده وتوضبيهم وتشيلي القشر الابيض اللي من بره، وتشيلي القطعة بتاعة السرة بتاعة البرتقال من تحت، وتبتدي ترصيها في الصينية المدهونة زبدة ومحطوط عليها شوية دقيق علشان خاطر ما فيش حاجة تلتصق بالبرتقال او بالكيك. وتبتدي تنزلي الكيكة بتاعتك شوية شوية زي ما انتي شايفة كده، وزي ما انتي شايفة قوامها كده بالظبط. بعد ما حطيتي البرتقال من تحت هتحطي عليها الكيكة يعني تخبطيها كده مرتين 3 عشان مبقاش فيها هوا، وتدخليها على فرن درجة حرارة 180. هتقعد معاكي ساعة الا ربع. ساعة الا ربع هي مش عشان بيضة طالعة مش مستوية، لأ، لان البرتقال من تحت كان بينزل ميته فما بيديهاش فرصة ان هي تتحمر من تحت. لو حابة ان هي تتحمر ممكن بعد ما تطلعيها تقلبيها وتديها وش تحت الشواية، بس هي كده قوامها المظبوط وشكلها المظبوط جدا. طبعا الكيكة دي بتتاكل وهي سخنة، مش قادرة اقولك كان طعمها فوق الفظيع. عايزة تحطي عليها صوص شوكولاتة حطي، هي حاجة كده هايشة قوي قوي زي ما انتي شايفة، حاجة كده منتهى الجمال. وطعم البرتقال مديها تيست عالي قوي قوي، غير ان انتي حاطه اصلا عصير برتقال فيها، وغير ان انتي حاطه قشر برتقال كمان. قطع البرتقال اللي من فوق دي مخليه طعمها فوق الخيال. عايزه اقولك ان هي طريه جدا وهايشه وطراوتها ملهاش حل. لو تلاحظي بصي قطع البرتقال اللي فيها قشر البرتقال باينه قوي قوي في اللون بتاع الكيك من جوه، زي ما يكون فيها حبيبات كده صغننه. لو الكاميرا مبيناها او لو انتي دققتي قوي كده فيها هتلاقي فيه حبيبات صغيرة من البرتقال موجودة فيها. دي انا بعدها بيوم سخنت قطعة منها زي ما انتو شايفة بتطلع دخان، سخنت قطعة منها في الميكروويف عشان حسيتها ابتدت تهدى شوية او تبرد. بصي قطع القشر بتاع البرتقال من جوه عامل ازاي، حاجة كده اللهم بارك، وطعمها جامد جدا غير الهيشان بتاع الكيك نفسه. طبعا لحد هنا كانت الوصفة خلصت. اتمنى تشتركوا في القناة وتدعموني بلايك وتجربوا الوصفة دي، من انجح الوصفات بتاعت كيكة البرتقال. الكيكة دي يعني ما تقعدش اكتر من 3 ايام عندك، عشان لاحظي البرتقال ممكن يبوظ فيها، فتسويها وتحطيها في التلاجة او حتى تاكلوها على طول، طعمها فوق الخيال. بس ما تبيتش اكتر من 3 ايام. اسيبكم في حفظ الله، والسلام عليكم.